المجتمع الدولي وخاصة بالأروقة الأمريكي وبالكونغرس وبناء على مقترح أعضاء بلشوا يطرحوا فكرة تسليح الأقليات الدينية. اليوم المقترح كان من مستشارين سابقين بالإدارة الأمريكية ومستشارين للرئاسة الأمريكية، لأن الوضع كل مرة عم يخرج عن السيطرة، والجولاني وعصابته عاجزين عن ضبط الوضع. بيشتبك كم عنصر من عناصر أيمن جابر ومحمد جابر مع الأمن العام، بتجي قطعان الخنازير وبترتكب مجازر مثل ما صار بآذار السنة الماضية. يعني هيك تسلاي بيطلعوا بيعرفوا شعب أعزل ما فيه يقاوم ولا فيه يردن ولا فيه يساوي شيء، طلعوا وقتلوا، اغتصبوا، سبوا نساء وأخذوا ممتلكات وسرقوا مدخرات الناس وسرقوا ذهب وما خلوا شيء ما سرقوه. والأمن العام بين قوسين كان عم يسهل المهمة على الناس اللي شايلين سلاح وهاجمين على المدنيين العزل، عم يسرقوا ويقتلوا وينهبوا. وهذا المنظر اتكرر امبارح من قطعان خنازير الجولاني بالتهجم على صقيل بي مثل التتر والمغول، وبمشهد مشابه للي صار بآذار السنة الماضية. بغض النظر عن سبب الهجوم، بس أنا مع اقتراح مستشارين ترامب بتسليح العلويين والأقليات للدفاع عن نفسهم، لأن هدول اللي لابسين بدلات أمن عام بين قوسين ما في فرق بينهم وبين اللي عم يقتلوا ويسرقوا، غير هالبدلة اللي عملوا لنا التركي والسيارات اللي بعتها القطري. الأقليات بسوريا بحاجة لحماية بعد اللي شفناها امبارح. يتبع